السلام عليكم متابعين الأعزاء. ما هي الكلمات السبع التي تفتح لها أبواب السماوات؟ وما هي الأحرف الخمسة التي تغلقها؟ فالدعاء هو لجوء العباد إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، فيسألونه حاجاتهم ويتضرعون إليه، فهو عبادة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لكن هناك كلمات تفتح لها السماء وأحرف تغلقها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردد معي عزيزي المشاهد: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما أعظمك يا الله، تعطينا من الثواب والأجر العظيم، وتفتح لنا أبواب السماء بهذه الكلمات السهلة اليسيرة، وما زلنا مقصرين. وهذا يدل على فضل التهليل، وأن كلمة الإخلاص لا يردها عن الرفع إلى الله تعالى شيء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر، أي ما دام يجتنب الكبائر. أما عن الأحرف التي تغلق باب السماء عن الدعاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، ولا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر أن ينقطع عن الدعاء عند ذلك ويدع الدعاء. فاللهم اجعلنا ممن تستجيب دعوتهم وتفتح لهم أبواب السماء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.